وفي نفس الوقت تكون واعي ومنفتح. السر التاني الصدق. الصدق مش بس إنك تقول الحقيقة، الصدق إنك تكون واضح، تكون نفسك من غير ما تلبس أقنعة. لأن العلاقة اللي مبنية على الكذب حتى لو صغير بتفضل هشة. هقول لك مثال: لما تسأل شريكك وتقول له أنت زعلان وهو يرد يقول لك لا وهو في الحقيقة مجروح، ده مش صدق. أو لما تقول أنا موافق على حاجة أنت أصلا مش مقتنع بيها، ده كمان مش صدق. الصدق مش ضعف، بالعكس هو قوة. لأنك لما بتكون صادق بتدي فرصة للشخص اللي قدامك يعرفك على حقيقتك ويقرر هو عايز يكمل معاك ولا لأ. وهنا تقدر تبني علاقة حقيقية من غير خداع. السر الثالث الفهم. كل إنسان جواه عالم كامل،